كان يا مكان في المغرب في زمن الاستعمار كان بعض الناس يقاومون، لكن كان أيضا من خان الوطن. يحكى أن أحد القياد، رجلا يحكم منطقة باسم الدولة، اختار أن يقدم الولاء للمستعمر بدل الدفاع عن أهله. كان يستقبل الجنود، يعطيهم المعلومات، بل وكان يسلم لهم المقاومين الشرفاء، وفي المقابل حصل على مال وسلاح ونفوذ، لكنه خسر الأهم: ثقة الناس وكرامة نفسه. وفي يوم ما بعد أن رحل الاستعمار وجد نفسه وحيدا مرفوضا منبوذا من الجميع. يقال إنه مات غريبا لا يزوره أحد، لأن من يبيع وطنه لا يجد من يشتري احترامه. الخيانة قد تكسبك القوة لحظة، لكنها تسلبك الاحترام إلى الأبد. تابعونا في الحلقة القادمة من كان يا مكان في المغرب، حكاية وعبرة من تراب هذا الوطن.